بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معكم أخوكم فتحي، والنهاردة هنكمل موضوع في ال DHCP. ده آخر محاضرة في ال DHCP. هنتكلم كده عن حاجة عايزين نعملها. لو انت عندك هنا راوتر خاص بمين؟ بوي، وراوتر تاني هنا خاص بفودافون، وعندك فيه سويتش، وفي هنا نتورك خاصة بالسيلز ونتورك خاصة بالماركتينج. هتروح توصل الراوتر هنا للسويتش والراوتر هنا للسويتش، وتروح توصل مين؟ الأجهزة بتاعتك في السويتش، وعندك كمان دي اتش سي بي. طيب الدي اتش سي بي عايزين ان احنا نروح، لو افترضنا ان الراوتر ده مثلا واخد اي بي 10.0.0.200، والراوتر ده واخد 10.0.0.201. شرحنا الكلام ده في اول محاضرة في الدي اتش سي بي. قلنا لو احنا عايزين الماركتنج مثلا يطلع من ال201، وال200 ده يبقى باك اب ليه، وعايزين السيلز يطلع من ال200 وال201 يبقى ايه؟ يبقى باك اب ليه لو ال200 وقع. طيب نعمل بقى الكلام ده ازاي؟ هنعمله عن طريق الدي اتش سي بي. طيب ده اللي فتحنا هنا في السيرفر الدي اتش سي بي سيرفر بتاعنا. هنروح بقى ان احنا اول حاجة نروح نعملها، افتكر الخطوات. اول حاجة نروح نعملها، هنروح نعمل كلاس لكل قسم اللي من عندنا. انت عندك قسم الماركتينج وقسم السيلز، هتروح تعمل كلاس للماركتينج وكلاس للسيلز. طيب هتعمل كلاس منين؟ تروح هنا تعمل كليك يمين، وتروح هنا على define user classes. انا كنت انشأتها قبل كده، هننشئه ازاي؟ طيب ممكن نمسح ده كده، ونمسح برضو الماركتينج من هنا. تمام، تروح تعمل هنا اد بسيط اوي الخطوات يعني، وتروح تقول له عايز اسمي الكلاس بتاعي اسمه ايه؟ سيلز. تروح هنا تعمل هنا سيلز. تمام، هنا اوكي. تروح تعمل كمان واحد باسم الماركتنج مارك، وتروح هنا برضك هنا مارك. ده بيبقى الباينري بالايه؟ بنفس الاسم يعني. هنا اوكي. تعمل هنا ايه؟ كلوز. طيب هنروح بعد كده لايه؟ البوليسي. هتروح هنا تفتح هنا السكوب. خلي بالك فينا بوليسيز هنا وفي بوليسيز هنا. البوليسيز دي خاصة بالسكوب بتاعنا، احنا عايزين نعمل جوه السكوب. يبقى احنا عايزين نعمل السيلز والماركتينج جوه السكوب اللي احنا عاملينه، اللي هو اللي كام من كام لكام؟ من 10.0.0.10 ل10.0.0.150. طيب هنروح هنا على البوليسي، نعمل كليك يمين، نيو بوليسي. هتروح تعمل اول حاجة باسم السيلز، تروح هنا نيكست، تروح هنا اد. هتلاقي الكلاس بتاعك هنا يوزر كلاس اهو. فينا يوزر كلاس، فينا ماك ادرس، وفي الفيندور كلاس، في كذا اوبشن. انت هتختار مين؟ اليوزر كلاس. هتلاقي هنا السيلز تظهر عندك اهو، سيلز والماركتنج. يبقى السيلز والمارك. هنا اد، هتلاقي السيلز نزلت تحت كده. تضغط على اوكي، بعد كده تروح تعمل نيكست. هتلاقي في عندك هنا بقى سكوب. انا عايز اعمل سكوب جوه السكوب بتاعي. يبقى انا الشبكه بتاعتي كلها من كام لكام؟ من 10.0.0.10 ل10.0.0.150. انا اروح جوه الناس ديت، هقول له مثلا عايز اعمل من 10.0.0.10 لايه؟ ل10.0.0.50. يبقى انا هاخد جزء من السكوب ده هعمله للماركتينج، او هعمله السيلز اللي هو ده. تمام، اعمل نيكست. اروح هنا انا عايز اعمل راوتر. انا بظبط الراوتر ان انا اطلع عن طريق الراوتر. تضغط على الراوتر. فينا طبعا في الدي ان اس وفي التايم سيرفر، نيم سيرفر، او الدي ان اس واللوك سيرفر. هتروح تحط الجيت واي. يبقى انت هتروح هنا تختار مين؟ الراوتر، وتحط الجيت واي بتاع الراوتر اللي عندك.
10.0.0.200 تعمل له اد، وهنا 10.0.0.201 وتعمل له هنا ايه اد. يبقى انت كده عندك اتنين راوتر، الراوتر او الاي بي ده بتاع الراوتر الاولاني والتاني اي بي بتاع الراوتر التاني. يبقى هو هيشتغل على مين؟ على الميتين، يبقى السيلز هيشتغل على الميتين. طيب لو حصل ان الميتين وقع يبقى هيشتغل على الميتين واحد، تعمل له نيكست. وطبعا هنا هتلاقي هنا ان الراوتر 200 و201 تعمل له هنا فينش. هتروح هنا في البوليسي هتلاقي ايه عمل لك الايه السيلز. هنروح نعمل كمان بوليسي باسم مين؟ باسم ماركتنج. تروح تعمل نيكس نفس الايه الخطوات. هتعمل هنا اليوزر كلاس وتلاقي هنا مين؟ الماركتنج. تعمل له اد هتلاقيه ينزل تحت، تعمل اوكي ونيكست. هتروح هنا برضك تحط من 10.0.0.51 لكام؟ ل10.0.0.100 مثلا. يبقى انا سبت له 50 اي بي في الاخر اللي هو من 101 لايه ل150. تعمله نيكست. وبعد كده ايه الراوتر، تعلم على الراوتر وتكتب الاي بي 10.0.0.201. يبقى احنا عملنا التاني ايه الاساسي بتاعه كان 200، ده هنا الاساسي بتاعه بقى كام؟ 201، والاحتياطي الباك اب يبقى 200. اد ونكست وفينش. يبقى انت كده عملت مين؟ عملت بوليسي بالسيلز وبالماركتنج، كل واحد له سكوب معين. طيب نروح بقى على مين؟ على الجهاز الموظف بتاعنا اللي هو الويندوز 10 الفي ام بتاعتنا. طيب نروح نكتب الباسورد. طيب المفروض هنا، طيب المفروض ان الجهاز بتاعنا ياخد ايه اي بي بره السيلز وبره الماركتنج. ليه؟ لان هو مش تبع لا السيلز ولا تبع الماركتنج. يبقى ياخد مثلا من 101 لحد 150. تمام. هنروح هنا على النتورك اند شيرنج سنتر، تروح على الايثرنت على الديتيلز، هتلاقي واخد ايه 10.0.0.101. طيب ما ظهرش عندك او ما ظهرش يعني بالسرعه ديت، هتروح تعمل ايه؟ هتروح على الايثرنت بتاعك هتعمل له ديسيبل، وبعد كده تعمل له انيبل. هتلاقيه ياخد الايه ال101. طيب انا عايز دلوقتي ادخل الراجل دوت ادخله للسيلز او للماركتنج بقى عشان ياخد اي بي السيلز قلنا من 10 ل50 والماركتنج من 51 ل100. انا عايز ادخله تبع السيلز. اعمل ايه؟ نروح نفتح السي ام دي ونعمل ران از ادمنستريتور. يبقى انت هتعمل له ران از ادمنستريتور، وخلي بالك ان هو يبقى ران از ادمنستريتور. وهتروح تكتب ايه امر كده اي بي config اي بي config سبيس فورورد سلاش set كلاس اي دي سبيس، هتروح تقول له هنا ايه ايثر نت 0 تبع مين؟ تبع السيلز. دوت انتر. طيب هو هنا الويندوز بيعمل ايه الكونفيجريشن بتاعته. طيب بعد ما الكونفيجريشن تخلص هتلاقي بيقول لك سكسسفول اهو. هتروح لمين بقى؟ للنتورك بتاعتك. هتلاقي ان هي خدت اي بي وبقت تبع السيلز. خدت اي بي كام؟ غالبا
هتلاقيه لا اما 10 لا اما 11 يعني. يبقى 10.0.0.10. تروح على النتورك اند شيرنج سنتر. طيب هو لسه هنا ما اتطبقش، هنروح نعمل ايه بقى؟ قلنا نروح نعمل disable، وبعد كده نعمل enable عشان نسرع الدنيا شوية. طيب تروح تعمل كليك يمين وتروح، لسه بيعمل هنا identifying اهو. اول لما تلاقيه ظهر الايه اسم الدومين بتاعك، بيقول unidentified network. هو برضك لسه يعني هو هيجمع دلوقتي مع اللوكال، لسه ما جمعش لسه. او جمع هو فتحي ايه دوت لوكال. طيب هتروح هنا كليك يمين على الستيتس، هتلاقيه خد ايه تبع السيلز 10.0.0.10. طيب عايز اعمله تبع الماركتينج، اروح اكتب نفس الامر واكتب بدل السيلز مارك. يبقى هتكتب الاختصار اللي انت كتبته. تروح تعمل هنا كلوز. تمام. عايز تعمله تبع مين؟ تبع المارك CMD. برضو لازم ايه نجرب بالمرة يعني. run as administrator، وتروح تكتب الايه الامر بتاعنا ib config، تقول له /set class id، تروح تعمل ايه ether net 0. عايزين الكارت الشبكة بتاعنا اللي هو ايثرنت 0 يتحط على مين؟ على المارك. successful. تمام. هنروح لمين؟ الشبكة بتاعتنا network and sharing center. لسه ما خدش، اخينا خد على طول اهو 51 طبق على طول اهو 10.0.0.51. يبقى ايه الجهاز دوت كده متطبق عليه مين؟ متطبق عليه ان هو يطلع، هو تبع الماركتنج دلوقتي، يطلع عن طريق ال 201 اللي هي الايه الراوتر ال 201. ولو الراوتر ال 201 وقع يطلع عن طريق الايه الراوتر ال 200. وده كل ده عن طريق الايه عن طريق السيرفر، ما عملناش مانوالي، بحيث ان انت تطبقها اللي تبقى دايناميك، فتبقى احسن ليك بدل ما تخش على كل جهاز. وكده احنا خلصنا النهارده الدي اتش سي بي. المحاضره الجايه باذن الله هنتكلم عن الدي ان اس سيرفر، طبعا من المواضيع المهمه جدا زي الدي اتش سي بي. والدي اتش سي بي سلس، بس انا شرحت لك باستفاضه، يعني انا وصلت معاك للادفانسد. يعني المفروض لو هو اول درس يكون خلص الايه الحوار كله، او اول درس وتاني درس يكون خلص الحوار كله. بس انا حبيت ان انا ازود في الدي اتش سي بي واشرح لك الايه الحاجه الادفانسد دي. والى لقاء في محاضره اخرى باذن الله. قلنا هنتكلم على الدي ان اس، وبعد كده برضك هنتكلم عن موضوع تاني مهم جدا برضك. نخلي كل حاجة لوقتها، نجهز كده يعني اللي بيجهز ورايا. عشان كده انا بقول في اخر المحاضرة ان انا هتكلم المرة الجاية على الدي ان اس. والى اللقاء في محاضرة اخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.